أخونا أبو عبد العزيز العرباوي أبو سالم سفنتين يحييكم من المملكة العربية السعودية منطقة الهفوف. جايين على أخو وصديق عزيز لنا أخونا أبو عبد العزيز أحمد العتيق من مدينة الإحساء. هاي زرع طبعا ملك خاص، شي حلو مرتب، النخل والأحواض والشجر. ناخذ لفة إن شاء الله. الحطب والسمر للدفء وللطباخ. هني مكان التنور، شوفوا كيف الترتيبات اخوي ابو عبد العزيز. هنا المندي، المضبي، البخاري، هذا التنور. طبعا الحين مستوي غدانا تحت شوي ويجهز وناكل، وعلينا وعليكم بالعافية. يا الله ما اطيب الريحة. هاي المطبخ بيت شعر، خيمة بيت شعر، منبر خلاب، مناظر جميلة ولا أجمل، يا لها من مناظر حلوة ولا أحلى. المكان رائع ولا أروع. بركة السباحة مظللة مرتبة، شيء حلو صراحة. فعلا زرع جميل، استراحة حلوة، شيء مرتب. وعنده بوابتين تدخل من مكان وتطلع من مكان، ترتيب على أعلى مستوى. هذا أخوي وصديقي أحمد عبد العزيز العتيق أبو عبد العزيز مالك الزرع. صراحة استراحة، مكان حلو جدا. نكمل لكم التصوير إن شاء الله. هذا مجلس الحريم، مجلس النساء. فعلا الزرع متعوب عليه، تغيير صراحة للعائلات حقها له طبعا، شيء راحة نفسية، تغيير جو. هو والعيال جايين نغير جونا إن شاء الله. بنتغدى عنده وبنحرك على قطر بإذن الله. ما قصر معاي، الله يرحم والديه. هذا المقلات رجال، ديزاينات حلوة شعبية قديمة. هذا الله، هذا المجلس مجلس رجال. طبعا المكان كله مكيف، روعة. هذا أخوي أبو عبد العزيز. وهذه اللوحة، شوف التراث. نعم، هدية لي أتقبلها وشرف لي يا أبو عبد العزيز. الحطب والسمر طبعا للدفء وللطباخ. هني مكان التنور، شوفوا كيف الترتيبات أخوي أبو عبد العزيز. هنا المندي، المضبي، البخاري، هذا التنور. طبعا الحين مستوي غدانا تحت شوي ويجهز وناكل، وعلينا وعليكم بالعافية. يا الله ما أطيب الريحة. شوفوا المنظر شلون، يا مرحبا. ما شاء الله شيء حلو تراثي قديم. طريقة الدناجل والشبابيك القديمة. خلنا نلغي نظرة. الدريشة تطلع الحديقة والنخل ما شاء الله تبارك الرحمن. ديكورات حلوة بسيطة وجميلة مريحة للعين. هذه الجلسة المقلط. يا مرحبا ومسهلا فيكم. حيك يا اخوي عبد العزيز، والله يبارك لكم في حلالكم في عيالكم، واحنا سعيدين ان نكون وياكم. الله يا زمن المهفة، هواها من الآخر. هفي يا مهفة هفي، تكفين علي لا تخفي، محتاجين هواكي يا راحة أنفاسي. هلا هلا. هلا أخوي أبو عبد العزيز، الرسمة تعبر عن إيش؟ هذه الصورة وقت الصرام، إذا صرموا التمر إيه؟ نزلوه من النخل. طيب. يسمونه التحدير، حدروه يحطون له فرشة ويقومون ذولي في ناس اللي واحد ينزل التمر اللي يصرم، وناس يلقطون. هذا اللي يلقطون التمر يعني يلقونه ويحطونه في يحطونه اول في
اول في زبيل صغير بعدين في مرحله كبيره. ايه المرحله الكبيره يعني وزنها حول 60 كيلو. ما شاء الله. ربع من اربع مراحل تسوي من كامل. من كامل مو مثل من السمك على قولتهم 16 كيلو. ما شاء لا الله. عندنا المن الكامل حق التمر 240 كيلو. ما شاء الله. معلومة استفدنا منها يا ابو عبد العزيز والله. جزاك الله. زين، معلومة جيدة والله. هذه بعد هدية من اخوي ابو عبد العزيز. شغل البيت ما شاء الله، يعني ديكور عجيب، رسمة حلوة. الكرم. نعم. هذه اللوحة بعد نفس الشيء، لوحة جميلة. الشاهي والسراج والرادي نعم. والمهفة